انا كنت وعدتكم الفيديو الجاي هيكون بعنوان ازاي تشغل شات جي بي تي موظف عندك علشان يفيدك في شغلك. بس فوجئت وانا بفتح شات جي بي تي ان جايب شات جي بي تي 5، وده ما ينفعش يعدي من غير ما اتكلم عنه واعرفكم بيه واطمنوا. الفيديو اللي وعدتكم بيه هيبقى الفيديو الجاي. فاحنا هنعرف مع بعض دلوقتي ايه هو شات جي بي تي 5 وهيقدم لينا ايه. وده طبعا هنعرفه من البروفيسور شات جي بي تي طبعا، اللي بالمناسبة مؤسس شركة اوبن اي اي قال ان شات جي بي تي 5 عبارة عن فريق كامل من الخبراء عندهم دكتوراه في اي مجال انت عايزه. You get access to an entire team of PhD level experts in your pocket, helping you with whatever you want to do. وبما ان شات جي بي تي عنده كل المعلومات، فهو احسن حد يشرح لينا ايه هو شات جي بي تي 5 وايه المميز فيه. هنجرب نسأله ايه هو شات جي بي تي 5 وايه الجديد. إليك أحدث المعلومات حول شات جي بي تي 5، الإصدار الأحدث من شات جي بي تي الذي أطلقه أوبن اي آي مؤخرا. ما هو شات جي بي تي 5 وما الجديد فيه؟ إطلاق رسمي في 7 أغسطس 2025. دي طبعا نبذة عنه. إمتى صدر؟ يعمل شات جي بي تي 5 كنظام موحد ذكي يختار تلقائيا بين نماذج سريعة وتفكيرية. طبعا احنا مش هندخل في التفاصيل دي، احنا هنشوف بس ايه الجديد او ايه اللي هيقدمه لنا مقارنة بالأنظمة السابقة. تحسينات في الدقة، تحسينات في المهارات، بيوفر خصائص جديدة للتخصيص، اختيار شخصية للمحادثة، تخصيص لون واجهة المستخدم، تحسينات في وضع الصوت والتفاعل الصوتي، تكامل مع خدمات جوجل مثل الجيميل وجوجل كالندر. يعني ممكن يدخل على الجيميل بتاعك ويلخصهولك أو يطلع لك منه معلومات، وكذلك الكالندر أو التقويم. تحسينات في السلامة، نظام إكمالات آمنة، يدعم ذاكرة محسنة تستعيد تفضيلات المستخدم. ما يقوله الإعلام والمستخدمون، ملخص سريع، الوصول متاح لكل المستخدمين مجانا، أسرع وأكثر دقة وموثوقية، قادر على التفكير العميق وتقديم إجابات محسوبة للمشاكل المعقدة، شخصيات متعددة، تعامل سلس مع البريد والمواعيد، تعامل حكيم وحساس مع المواضيع الدقيقة، لا يزال يحتمل أخطاء، والملاحظات تشير إلى أنه تطور وليس ثورة. ودي المصادر الإخبارية. بصراحة حاجة في منتهى الجمال. ده الإصدار الجديد من شات جي بي تي. طبعا الفيديوهات الجاية هتكون عليه إن شاء الله. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشتراك وتفعل الجرس. كان معاكم أحمد حمدي وشكرا.